خمن ايه الدولة العربية اللي عندها خامس أكبر احتياطي بترول مؤكد في العالم؟ السعودية، الإمارات، الكويت؟ الإجابة العراق. العراق عنده حوالي 145 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، وده بيخليه خامس أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياط النفط المؤكد، بعد دول زي فنزويلا والسعودية وإيران وكندا. والأغرب إن الاحتياطي ده يمثل حوالي 8% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العالم. والعراق مش مجرد دولة عندها احتياطي ضخم، العراق كمان من أكبر منتجي البترول في العالم، وهو تاني أكبر منتج للنفط الخام داخل أوبك بعد السعودية، وعنده حقول عملاقة جدا في الجنوب زي رميلة ووسط قرنة ومجنون والزبير. والرميلة لوحده يعتبر واحد من أكبر الحقول في العالم، وهو أكبر حقل منتج في العراق، وبيساهم بحوالي تلت إنتاج العراق من النفط. لكن هنا المفاجأة، العراق عنده كميات ضخمة من ناتشرال جاس المصاحب لإنتاج البترول، ولسنوات طويلة جزء كبير منه كان بيتحرق بدل ما يتم الاستفادة منه بسبب نقص البنية التحتية لمعالجة وتجميع الغاز. وده معناه ان العراق مش عنده ثروة بترولية ضخمة بس، عنده كمان فرصة ضخمة جدا في الغاز المصاحب. يعني العراق عنده احتياطي بترول ضخم جدا، زائد حقول عملاقة، زائد كميات كبيرة من الغاز المصاحب. كنت تعرف ان العراق عنده خامس اكبر احتياطي بترول مؤكد في العالم؟ ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة، اعمل لايك واشترك في القناة.